الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. موضوع اليوم عن فاطمة. حضرتك بس الصوت شويه لو سمحتي. تمام. موضوع فاطمة الزهراء، صح؟ علي صوتك بس شويه الله يكرمك. أقول لك الموضوع اليوم عن فاطمة الزهراء، صح؟ رضي الله عنها وارضاها. نعم. حضرتك سنيه ولا شيعيه؟ عليها السلام. اتفضلي. شيعية. بالنسبة لفاطمة الزهراء، احنا اللي نعرفه انه عمر هو اللي كسر ضلعها. ما هو عمر اللي كسر ضلعها، يبقى لازم لابد ان هو يكون في روايات، صحيح؟ صحيح، في رواية. والروايات دي لابد ان هي تكون صحيحه، صح؟ هي صحيحة. ما كلام فيش انه عندكم هو روايه صحيحه، ليس عندكم روايه صحيحه تقول بكسر الضلع. هو مو عندنا. عندكم انتم بالبخاري اكو روايه صحيحه عن انه عمر هدد فاطمه الزهراء. طب اتفضلي هاتيها من البخاري يلا. اطلعها من البخاري. نعم. طيب ماشي، ثواني. يا رب. حضرتك معايا؟ اي موجوده، جاي ادور عليها. ايوه من البخاري ان شاء الله، اتفضلي. الله. طيب عشان اريح حضرتك، يعني مش هتلاقيها موجوده في البخاري؟ هي مو بالبخاري، اتذكر انه هي مو بالبخاري، صح. ايوه هي مش في في البخاري. كتاب ثاني. كتاب ثاني. الكتاب شنو اسمه؟ لا، موجوده في مصنف ابن ابي شيبه. طيب ممكن نتكلم ولا لانك انت مش هتعرفي تجيبيها الا بعد وقت طويل، ممكن انا اقولها لك؟ طيب قول هي. طيب تمام. ولكن انا بس قبل ما اقول لك طيب. الروايه دي ان شاء الله هبين لك الضعف اللي فيها، وان هي ما فيها وجه استدلال ليكم، وان انت بتسمعي معلش لكن ما بتفكريش في الروايه نفسها. انتم كشيعه عندكم روايه صحيحه تقول بضرب فاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ الروايات حسب اللي موجوده عندنا هوايه اللي يقولون بيها هي. الحقيقه انه هي، انا اقول لك اياها مو روايه انا شايفتها، وانما المعممين يتكلمون بالروايات طب انت وبالاحاديث اللي انت هم حضرتك ما يقولونها على عندك اي التلفزيون. روايه، حضرتك ما عندك اي روايه صحيحه تتحدث عن ضرب فاطمه؟ ما عندك روايه صحيحه؟ عندكم روايات لا، عن ما عندي سليم شيء، بن ما عندي قيس. شيء انا شايفته. ممكن انا اقول لك تسمعيني؟ اياها عن الحقيقه. ممكن تسمعيني؟ عندكم اوكي. روايات عن سليم بن قيس، وسليم بن قيس أصلا هناك من العلماء عندكم من قال أنه مجهول الحال. تمام؟ والكتاب أصلا منحول عليه، يعني مؤلف، يعني مش بتاع سليم بن قيس. وحتى لو افترضنا أنه هو بتاع سليم بن قيس عن ابن أبي عياش، وده أصلا مضروب يعني ضعيف ومتروك. وسليم بن قيس أصلا لم يحضر الواقع أساسا، يعني ما كانش على عهد فاطمة أساسا، فكيف نقل الرواية؟ يعني خلينا ماشيين بالعقل، واحد ما حضرش اصلا الواقع. يعني انت حضرتك مثلا من مواليد مثلا 84، فازاي انت هتنقلي حاجه مثلا من مواليد 75؟ ما ينفعش، صح ولا مش صح؟ كل الروايات بقى اللي موجوده عندكم نقلا عن سليم بن قيس. حضرتك بتثقي في كمال الحيدري؟ اي نعم. طيب لو جبت لك كمال الحيدري وهو بيتكلم عن سليم بن قيس ونسمعه سوا. طيب اتركني من كمال الحيدري. طيب انا اسالك تركنا. سؤال. اتفضلي. هذول المعممين، هذول الشيوخ والسادة، كلهم طالعين بالتلفزيون يحجون عن موضوع كسر ضلع الزهراء. ويعني وهي الشغلة العامة هسه حاليا، اللي انه هو كسر ضلع الزهراء، كسر ضلع الزهراء، عمر كسر ضلع الزهراء. طيب هم شو راح يستفادون اذا هم يقولون فد شيء كذب ما هو وخيالي ما موجود اتربوا اصلا؟ للأسف، اتربوا على الكذب،
ولأنهم غير علماء لا يعلمون ما هو الصحيح وما الضعيف فبيتكلموا خلاص. دي نقطة. النقطة الثانية، يتحول بس شنو الدين إلى الاستفادة؟ سياسة. ما هو لو ما فيش كسر ضلع الزهراء وما فيش إمامة، يعني ما فيش تشيع، صح ولا مش صح؟ يعني ما فيش دولة شيعية. طيب شنو الفائدة؟ شنو الفائدة إنه هم الفائدة حضرتك عشان ياخدوا يقولون منكم للناس الأخماس، وتفضلوا دايما تقعدوا تبكوا على شيء وهمي، وإن هم دايما يبقوا مسيطرين عليكم. لكن أنا العقل، لو أنت إنسانة فعلا عربية عراقية وليس شيعية إيرانية، إنسانة بتفهمي، فالمفروض إن أنا أتبع الصحيح، ولا مش مظبوط؟ مضبوط. ما دام عرفت إنه أنا عراقية من كلامي، ما شاء الله عليك. تمام. انت بقى حضرتك انت هتاخدي بعضك دلوقتي، انا ما اعرفش يعني انت هتفهمي تاخدي بعضك دلوقتي ولا لا كمصر. يعني حضرتك هتروحي لاي معمم، قولي له لو سمحت اديني روايه صحيحه السند على ضرب فاطمه رضي الله عنها وارضاها، وشوفي الروايه لو جابها لك فيها سليم بن قيس، قولي له طب حضرتك هل هو سليم بن قيس كان حضر الواقعة الضرب ولا لا؟ اظن مفيش اسهل من كده. المشكلة وين؟ الم- المشكلة إنه إحنا باعتبار الشيعة عامة ما يبحثون ولا يروحون يشوفون الحقيقة، لأن بس الشخص اللي يبحث ترى يشوف الحق. لكن الحقيقة وين؟ إنه الشيعة تسمع لهذول المعممين وناخذ من عندهم الشيء وخلاص. يعني إذا يقول لك الشيعة إنه الإمام علي، قصدي المعممين، يطلع بحلقة يقول إنه الإمام علي كان يحيي الموتى. طيب أخذوها الشيعة ومصدقين بيها ومآمنين بيها وينشرونها ويقولون إنه الإمام علي يحيي الموتى. هاي المشكلة الحقيقة. انا فهمت منك ان انت مخك متفتح شويه. يعني انا فهمت منك ان انت مخك متفتح شويه. لا، يعني انت مش كل حاجه بتصدقيها. الحقيقة انه اني دخلت هيك، يعني كنت بس حابة اشارك واريد رقمي يرتفع 414، لان اني اصلا يعني بحثت قبل فترة طويلة. زوجي سني وبحثت قبل فترة طويلة انا وياه، والحمد لله شفت الحقيقة. الحمد لله. المشكلة وين؟ انه اني من كنا نتكلم انا وياه، قلت له الشغلة الوحيدة اللي ضايجة عليها انه احنا كشيعة ما نبحث ولا نشوف الحق، احنا نسمع من المعممين وخلاص، باعتبار انه هم كلامهم 100% مضبوط، وناخذ حتى الشغلات اللي هي يعني ما تصدق ناخذها وخلاص. الله المستعان. هاي المشكلة اللي بالشيعة. يعني الحمد لله انت كنت يعني شيعية وربنا اكرمك دلوقتي وفكرتي وقررتي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني نكتب الرقم 114 414. اي اريد حتى دائما اتذكرها. الله المستعان، ربنا يثبتك يا رب. طب وكان اهم اسباب هدايتك ايه؟ كيف؟ كان اهم اسباب هدايتك ايه؟ هنغيرها دلوقتي. حاضر. الحقيقة الموضوع انه شلون اني شفت الحق. شيء واحد، انه اني صارت عندي فد شلون اقولك انصدام ويا ناس سنة، هم اعتبرتهم مثل اهلي هنا، لان انا مغتربة. نعم. فصار عندي صدام، فضليت ابحث بالموضوع، وهواي كنت اتابع امير القريشي، ومع انه كلامه شوية كلام الاسلوب مالته بالكلام مو حلو، يعني يغلط هواي. نعم. فظليت اسمع وهواي يعني صار عندي صدام بالموضوع. بعدين الشغله الوحيده اللي الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني بها، انه انا كنت ادعي بالصلاه، وكل وقت ادعي انه الله سبحانه وتعالى يهديني للحق من مهما كان، مع انه انا كنت حاسه انه انا على صح وهم على غلط، يعني انه السنه كلها على غلط وانا صح، الشيعة على صح. لكن مع كل هذا كنت ادعي بالصلاه رب يهديني الى الحق، حتى لو كنت اني على غلط، مع انه انا كنت متاكده 100% انه انا على صح. لكن انا كنت اتمنى انه اذا اني على غلط انه الله سبحانه وتعالى ينور دربي.
هو الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، والله سبحان ربنا الله. نور دربك والله، وكسبت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخسري آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أستحلفك بالله لما الحمد لله. ابتديت تبحثي، مم. هل بالفعل مم. وجدتي إن إحنا بنكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طبعا اول كنت اتكلم مع زوجي قلت له راح ادخل عليه اقول له انتم ليش تكرهون اهل البيت؟ لان الحقيقه انه انا ما شفت هذا الشيء. يعني حقيقه انه بالعكس انه انتم صدق تحبون اهل البيت بالطريقه الصح. يعني نعم. ماكو واحد يجي يقول انه عمر رضي الله عنه كسر ضلع الزهراء والامام علي قاعد يتباوع. يعني انت من تقول هيك انت جاي تحكي على الامام علي. وين رجولة الإمام علي؟ وين غيرة الإمام علي؟ أنت شلون جاي تتكلم هيجي؟ أنت هنا جاي تطعن بالإمام علي. أنت من تقول هيجي شيء حرام عليك أنت تقول. صح لو مو صح؟ صح صح والله، والله صح والله العظيم. يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرؤوس، يعني محبتهم أصلا إيمان. يعني ما بنتكلم عنهم كلمة إلا ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما يكون حتى في موضوع حساس نقول عليهم وليس علينا. يعني شوف أكتر من اي إيه. صحيح. على العموم والله أنا اي أبارك صحيح. لك، وأسأل الله عز وجل لك الثبات إن شاء تسلم. الله. والله وفرحنا كلنا ونقول الله أكبر الله أكبر. وجزاك الله خيرا على الكلمات الطيبة ديت، وثبتك الله عز وجل. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. تسلم تسلم. اللهم آمين. أستاذ وليد، بس شغلة واحدة. بالنسبة إن إحنا كشيعة موضوع التوحيد ما موجود نعم. نهائيا. ماكو شيء اسمه توحيد. انا اقول لك شنو الموضوع اللي موجود. لطم بتشي اربعينيه وخلاص وبس وزيارات وهاي السوالف. نعم صحيح. ممكن تركز على هذا الموضوع. اي شخص إن شيعي شاء الله. يدخل لك انا صح انه انا اعرف انه هم شويه غليظين من يدخلون ومرات ويغلطون بيهم وهاي. لكن اتحملهم والله اكو بيهم والله العظيم ما يعرفون الحق. بس من راح يعرفونه والله العظيم راح يتندمون على كل شيء. وبس انا اقول لك اياها. يعني صدق صدق انه الهدايه اهم شيء بالدنيا. يعني انت سبب وجودك انه انت تعرف الله حق. نعم وهذا صحيح. الشيء هم اللي جاي يسوونه غلط. لان هم اصلا توحيد ما عندهم ما يعرفون شنو معنى التوحيد. ما يعرفون انه اذا هم علوا من مكانه شخص الى درجه الاله ما قوسين اشركوا بالله. هم جاي يسوون اللي جاي يسوونه جاي ينطونه للناس انه الامام علي اله. عبدوه. الائمه عبدوهم مقام الاله. وهذا الشيء غلط. هذا الشيء شرك اللي جاي يسوونه من الكبائر. وهم ما نعم. حاسين بهذا الشيء. المشكله انه هم ما حاسين بهذا الشيء. فاتمنى انه انت تخلي فد حلقه عن التوحيد وتدليهم انه التوحيد مو معناها انه اكو شخص ثاني احنا لازم انه هو خارق للطبيعه او يسوي كذا ويسوي كذا. والموت والنشور وذاك اليوم يعني سمعت انه المعممين يقول شو اسمه الحساب والعتاب ذاك الوقت يعني يوم القيامه بيد الامام علي. طيب الله المستعان. يعني صحيح لا والله. بعد ماكو وتعرف هذول اللي قاعدين بالمحاضره شو يقولون من يحكي هيجي يصيحون اللهم صل على محمد وال محمد. يعني من كل عقلهم انهم ما مقتنعين بهذا الشيء. الله طيب المستعان. انتم شنو؟ انتم ما عندكم تفكير. ما عندكم واحد يقدر يفكر انه الله سبحانه وتعالى يعني شنو؟ يعني هو ما راح يحاسب. الله سبحانه وتعالى مسوي هاي الدنيا والبشر وخلق البشر وخلاهم على مود قاعد يتفرج على الامام علي هو اللي يحاسب. استغفر الله. يعني هم جاي يسوون هنا. الله المستعان. على العموم جزاك الله اتمنى خيرا، انه ونسأل تحط الله عز حلقه وجل لك الثبات. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. تسلم. ثبتك شكرا الله. شكرا. ربنا مع يبارك السلامه. فيك. مع السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح يا اخوانا العدد كان بفضل الله يعني 411، والنهارده بقوا 413، وبعدين بالاخت بقوا 414. انا كتبت امبارح على المنتدى، روحت البيت ولله الحمد واحد عراقي أربعيني ولله الحمد والمنة كلمني على الواتساب وقال لي أنا بحضر ليك والكلام ده كله، وأنا والله عايز أعلن توبتي من التشيع ومذهب التشيع. فكلمته ولله الحمد والمنة تاب إلى الله عز وجل. ودخل عليا أمس برضو واحد فلسطيني على الواتساب وقال لي أنا تشبعت ببعض شبهات الشيعة وأنا معرفش أي حاجة عن الشيعة. يعني مجرد ان انا بس حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
بعض الشبهات، لكن لما دخلت وتعمقت في الشبهات وتعمقت في كتب الشيعة فأنا بعلن رجوعي تاني لأهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. فالله أكبر الله أكبر. لذلك العدد وصل لله الحمد والمنة 414، ونسأل الله عز وجل جميعا الإخلاص.